السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، صباح الورد والياسمين، صباح الرزق والصحة والستر على عيون أحلى اخوات في الدنيا، ومساء السعادة والهنا وجبر الخواطر. مساءكم مليان جبر من ربنا، يا رب يجبر قلوبكم ويطيب قلوبكم بما تتمنوا، يجعل لكم من سعادة الدنيا والآخرة نصيب، ويا رب ما يفضحني أبدا ولا يفضحكم ولا يفجعنا ولا يوجعنا ولا يذلنا لأي حد في الدنيا، اللهم آمين يا رب العالمين. يوم جديد، روتين جديد، مليان ستر ومليان بركة، مليان حمد وشكر، اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وما بينهم، على كل نفس بنتنفسه يا رب. الحمد لله والشكر لله على كل عطاياك وعلى كل مجايبك وعلى كل حاجة بترضينا بيها، كانت حلوة أو كانت وحشة، رب الخير لا يأتي إلا بالخير، اللهم لك الحمد على كل حال يا رب. يوم جديد، روتين جديد، كله تشجيع وتحفيز، كله طاقة، كله أفكار حلوة وكلام حلو قوي قوي، إن شاء الله بأمر الله يعجبك وتطلع من الفيديو مستفادة. كملي الفيديو للنهاية، أوعدك هتخرجي منه مستفادة، هتلاقي فيه حبة أفكار حلوة للعيشة وللحياة وللطريقة، وإزاي أتعامل مع جوزي، وإزاي أهدي الدنيا كده وأبقى هادية كده من جوايا حتى لو فيها بركان. عيالي ملهمش ذنب يدفعوا تمن حاجة ملهمش ذنب فيها، أنا حرام أحمل على نفسي وأزود على نفسي وأضغط على نفسي لغاية لما يجيلي اكتئاب. كل حاجة حلوة في الدنيا، الدنيا كلها حلوة، بس احنا أوقات كتير قوي بنبقى مش عارفين نعيشها، مش عارفين نمشي معاها ونمشي نفسنا معاها. بس بكلامنا اللي في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله بامر الله هتعرفي تمشي دنيتك كده وتظبطي حالك، وكل حاجه هتبقى ماشيه عندك زي ما انت عايزه واحلى الف مره بامر الله. حطي لايك للفيديو وكومنت قمر زيك، وارفعي الفيديو بالصلاه على النبي، ولو لسه ما اشتركتيش اضغطي على زر الاشتراك، فعلي زر الجرس على الكل، وشيري الفيديو مع اصحابك ومع اخواتك، ربنا يسعد قلبك بكل ما تتمني. شفتوا الاختراع العسل ده؟ شايفين ايه ده يا بنات؟ دي الرقبه بتاعت البطه، مسكتها كده، شلت الرقبه الجلد دي، شلتها من العظمه نفسها، وغسلتها غسله حلوه كده من بره ومن جوه، وعملت لها حشوه الحمام. جبت بصلايه على النار، حطيتها في معلقه سمنه بلدي، شوحتها تشويحه حلوه، رحت نازله عليها بالرز، معلقه يعني ربع كوبايه رز تقريبا كده، كانت ربع كوبايه رز، شوحتها حلوه، شوحت الرز تشويحه حلوه في قلب البصل، زودت شويه فلفل اسود، وسبت البصل والرز اتشرب كده مع نفسه، ولما استوى نص سوا رحت بشر بصلايه صغيره على الخلطه دي، وحشيت الرقبه بتاعت البط، حشيت الرقبه وخيطتها من هنا ومن هنا، بقت عامله زي الحماميه الصغيره كده، بسم الله ما شاء الله. بعد ما اتحمرت مش قادره اقول لك بقت ايه، في حته تانية خالص، بقت حماميه حماميه كده. الاختراع الحلو ده امي كانت بتعمله زمان، ربنا يديها الصحه والعافيه ويمتعها يا رب وينور عينها، ويديها يعني على قد كل حاجه وعلى قد كل لقمه اديتها لنا واكلتها لنا بحب وبحنيه. يديكي يا امي بكل ما تتمني من خير الدنيا ونعيم الاخره، ويجعل لك نصيب في حجه او عمره قريبا عاجلا غير اجل، اللهم امين، وينور عينك ما يعوزك لاي حد في الدنيا، انت وكل ام حنينه، اللهم امين. والامهات اللي مش حنينه، يا رب يملأ قلبها حنية ويملأ قلبها حنان ويكبر خاطرها ويحنن قلبها، عشان زي ما هتدي حنية هتلاقي حنية. اديتش حنية ما تستنيش حنية من اللي قدامك، عشان انت مش هتلاقيها اصلا، لان انا ما اديتكيش من الاول، انا ما زرعتش عشان احصد. احنا عايزين نزرع عشان نحصد، نزرع زرعة حلوة، زرعة نسقيها بكل الحنان اللي في الدنيا، عشان وقت ما نلاقي الحنان ده، وقت ما نعوزه نلاقيه. طلعت كده كيس خضار من الفريزر، الخضار ده يا بنات هو كان بسم الله ما شاء الله متفرز زي العسل والسكر، بس للاسف الفريزر لما باظ، فاكرين لما الفريزر لما فصل من كام شهر كده وجبت له الصيانه، صلحولي الحاجه، تقريبا باتت ليله من غير فريزر خالص، فللاسف الخضار جلد شويه، شويه، هو ما باظش بس اخد مني وقت شويه في التسويه. عملت ايه، حطيت الخضار بتاعي وقطعت بصلايه، وحطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود، وحطيت شويه من الثوم، وزودت كيس الطماطم ده، انا كنت مستخدماه من كام يوم كده، يعني هو ملحقش يتجمد قوي، كنت ضاربه طماطم في الخلاط، حط عليها توم وحط عليها ملح وفلفل اسود وفلفل حامي، وبعد كده ما احتجتهاش، ورحت حطها في كيس، ربطها في كيس وحطها في الفريزر، جيت طلعتها حطيتها على الخضار بتاع النهارده. الخضار طبعا كان متلج، الكيس الصلصه ده كان متلج، فخفت ان انا اولع، حطيت ايدي على الطاجن كده من تحت لقيت الطاجن متلج، طبعا الطاجن متلج هولع عليه البوتاجاز بوم هيروح مفرقع وقتي كده في نفس ذات اللحظه، فاستخسرت الطاجن بصراحه، قلت خساره يفرقع، رحت مفضياهم في صينيه الومنيوم، ملء الالومنيوم جميل وعسل وصحي وحلو وبيسوي الحاجه وبيودي الحاجه في حته تانية خالص. انا واحده من الناس بحب بصراحه تسويه الرز في الحله الالومنيا، بحس ان الرز بيبقى ليه طعم وريحه مميزه كده. بحب تسويه المحشي برضو في الحله الالومنيا، بحس ان ليها طعم مميز وريحه مميزه، واحس ان الحاجه واخده حقها كده في السوا زي ما بيقول.
شوحت كده. قبل كده كان عندي طاجن، الكلام ده لسه مكسور قريب يعني ما بقالوش كتير، كان طاجن بورسلين يا بنات، كنت جايباه والله كان عامل 250 جنيه في ايام الرخص، كان عندي بقاله كذا سنه. جيت حطيت الطاجن. انا كنت مسويه اكل عليه على البوتاجاز، وكان متولع على البوتاجاز وغالي والدنيا تمام. بس للاسف كنت بالنهار او بالليل تقريبا كنت مصبنه البوتاجاز من بره ومن جوه، وفي شويه ميه جم على الصاجه بتاعه الفرن وانا ما خدتش بالي. شلت الطاجن من على البوتاجاز دخلته الفرن، كان في حبه ميه تحتيه، راح الطاجن مفرقع وقتي كده. فالحاجات دي بتبقى حساسه قوي، فيعني على قد ما تقدري خليها، لو ضيف جاي لك يبقى شكلها حلو في التقديم. لو انت بتستخدمي الحاجه وتعمليها مع نفسك كده عادي تمام، اعملي بيها، بس خلي بالك ان الحاجات دي بتبقى حساسه، ومن اقل حاجه ممكن تفرقع، من اقل حاجه ممكن تتكسر. الحاجه غاليه، شوفي انت عشان تبقى نفسك تجيبي حاجه معينه او حاطه حاجه معينه كنوع من انواع التجديد او التغيير، انت تجيبيها في بيتك. شوفي انت بتقعدي تحوشي لها قد ايه، وبيبقى نفسك فيها قد ايه، على بال ما تحوشي تمنها وتجمعي تمنها بتاخدي حبه حلوين من الوقت كده. فاللي عنده حاجه يحاول يحافظ عليها، ما تهلكيش فيها جامد. خليك قلبك حنين على الحاجه اتعمل، غسلنا المواعين ظبطنا، الحاجات الازاز تتصفى وترجع كلها مكانها، الحاجات الالمونيا تتصفى وترجع مكانها. بلاش شغل الكركبه كله على بعضه كده. ابنك او بنتك ما حاططش الحاجه، هيجي يشد غصب عنه، بيشد حاجه تلاقي حاجه تانية اتدشت على الارض اتكسرت، يعني خساره. عملت الغدا بتاع النهارده، الخضار استوى بصراحه، خد وقت معايا في السوى، لان زي ما بقول لكم كده كان الفريزر كان فاكك عليه قبل كده، و... والحاجه ما كان يعني رجعت فكت واتجمدت تاني، وقعدت ليله كامله طبعا على بال ما اتجمدت. والوقت اللي كان الفريزر فيه بايظ، فاخدت وقت شويه معايا في التسويه، لكن هي ما باظتش، الخضار ما باظش، بس جلد معايا شويه، اخد شويه معايا في التسويه. لكن من غير الحركه دي كان هيستوي معايا ويبقى بسم الله ما شاء الله زي العسل على طول، مش هياخد وقت في التسويه خالص. تعالى اقول لك على كام فكره او كام تريك او كام خطوه هتخليكي عيشتك احلى، هتخلي حياتك احلى، هتخليكي منظمه، هتخليكي شاطره، هتخليكي عارفه تتكلمي، هتخليكي تسدي في اي موقف تتحطي فيه، هتخليكي رقبتك طول كده زي ما بيقولوا كده، بمواقفك الحلوه المحترمه اللي انت بتزرعيها في قلب اللي قدامك او باللي انت بتعمليها. بالمواقف الحلوه دي بعد 100 سنه ابقى فاكره ان فلانه دي عملت الموقف الحلو ده، بعد 100 سنه برضو افتكر فلانه تانية عملت موقف وحش، ولا الموقف الحلو بيتنسى ولا الموقف الوحش بيتنسى. طيب صلي بينا على النبي كده، ولو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك للفيديو. تعالى اقول لك على اول خطوه او اول حاجه، ما تخليش نفسك. بص شايفين يا بنات شكل الحمامتين عاملين ازاي؟ حمرتهم كده من كل الجناب، وبسم الله ما شاء الله بطعم الرز اللي من جوه ده حاجه كده عسل. انا اكلت واحده منهم وشبعت اصلا، بسم الله ما شاء الله، حسيت ان انا ايه خلاص كده الدنيا عندي تمام. اول خطوه عايزه اقول لك عليها او اول فكره حابه اقول لك عليها، بلاش ان انت تبقي عماله بتدي 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 وناسيه نفسك. انا ممكن ادي، بس بلاش تنسي نفسك، نفسك ليها عليكي حق. يعني مضغوطه، يعني مخنوقه، يعني متضايقه، هوني عن نفسك، نفسي عن نفسك، اقعدي اتكلمي مع اختك، اخرجي زوري واحده صاحبتك. بلاش تفضلي دايما عايشه دور المضغوطه على طول، المخنوقه على طول، اللي ما فيش في يدي، ما في اليد حيله زي ما بيقولوا، ولا ما باليد حيله. والضغط ده بينطبق او بيتعكس بطريقه عكسيه على اولادي كنفسيه، بطلع خلقي فيهم، بطلع خنقتي فيهم، بطلع مضايقتي فيهم. بشيلهم هم مش همهم، بشيلهم طاقه فوق طاقتهم، بحمل عليهم بزياده واضغط عليهم بزياده بخنقتي وبزعلي وبنكدي وبلوي وبوزي وبزعيقي وشخطي ونطري فيهم ليل ونهار. طيب اعمل ايه وقت ما تحسي ان انت مخنوقه متضايقه؟ فكي عن نفسك، هوني عن نفسك، كلمي اختك، كلمي مامتك، اخرجي زوري واحده صاحبتك. بلاش تتكلمي خالص لو مش حابه تتكلمي او مش لاقي حد جنبك بيفيدك بالنصيحه ومش عايزه تتكلمي. هوي عن نفسك، كلمي ربنا، صلي كده وكلمي ربنا وقولي يا رب دبر لي امري فانني لا احسن التدبير. يا رب انا ماليش في نفسي حيله، ولا ليا في نفسي حاجه، ولا ليا في بيتي حاجه، انت بايدك كل حاجه تعدل حالي، انت قادر يا رب تعدل حالي وتغير حالي من حل لافضل حال. عاوزه اقولك ما خاب من استشار، بمعنى انا عندي مشكله اشوف حد حكيم اتكلم معاه، تبقى ليا واحده صاحبتي صديقه كده، ابقى عارفه ان دماغها وتركيبه دماغها كويسه، ما يجراش حاجه لما اتكلم معاها واخد رايها واعمل برايها، مش عيب او غلط او حرام خالص. العيب والغلط ان انت تبقي مستمره وماشيه في طريقه غلط او في تفكير غلط او في فعل غلط انت بتعمليه، ومش مكبره حد او مش بتاخدي براي حد. انا ممكن ابقى شايفه المشكله من وجهه نظري ليها حل مختلف عن حل صاحبة المشكلة. انت ممكن بتتعاملي مع الموضوع بقلبك، لكن انا بتعامل بعقلي لان انا مش محطوط في الموضوع، وهفيدك وهنصحك وهدلك على الطريق الصح او على الحاجة الصح اللي ممكن تعمليها وتظبط معاك الدنيا.
فاهم؟ ما تفكريش ابدا ان انت لما تستشيري اختك او تكلمي مامتك او تكلمي صديقتك وتتكلمي معاها وتفضفضي معاها وتهوني على نفسك كده معاها ان انت تطلعي خسرانه. لا ابدا ابدا، عمرك ما هتطلعي خسرانه طول ما انت بتستشيري حد وبتاخدي بالكلام وبتعملي بالكلام. مش استشيره في الاخر برضو اعمل الراي الغلط. لا، يا رايي عن رايي بيفرق. عاوزه اقول لك، مشاكلك مع جوزك ومشاكلك مع اولادك دي حاجه مركونه على جنب، عيالك ما لهمش ذنب فيها ابدا. عيالك ما لهمش ذنب ان انت بتتخانقي مع ستهم ليل ونهار، وان انتوا عندكم مشاكل كتيره وعندكم ضغط كتير وما بتحبوش بعض. عيالك ما لهمش ذنب تطلعي خلقك فيهم، تضربي فيهم وتأنبي فيهم وتذنبي فيهم وما تديهمش حنيه بسبب ان انت مضغوطه. ما هو انت ما عندكيش، انت ما فيش قلبك جوه مش لاقي حنيه عشان يعرف يدي حنيه. قلبك من جوه ضغط ضغط ضغط، عماله تضغطي على نفسك بزياده لغايه لما خلاص يعني قضيتي كده زي ما بيقولوا. حاولي تهوني على نفسك وحاولي تمشي دنيتك كده باي طريقه كان. في ناس تقول لك لا انا ما ببقاش منافقه. لا اصلا انا ما بعرفش الف وادور. انا ما بقولكيش لا نفقي ولا الف ودوري، انا بقول لك خليكي ماشيه على الصراط المستقيم. خليكي طول ما انت عارفه ان تصرفاتك دي والحاجه اللي انت بتعمليها صح، خليكي ماشيه صح في الصح اللي انت فيه. مش لازم ارضي كل اللي حواليا علشان ابقى انا كويسه. لا، انت كده كده مش هتعرفي ترضي كل اللي حواليكي مبدئيا كده. كده كده هتضغطي على نفسك بزياده وهتحملي نفسك حمل ما هوش حملك وتقف فوق طاقتك، وكل اللي حواليكي مش هيرضوا. شفتوا اللي بيقولوا انا بعمل معاك حلو حلو حلو، واجي حاجه واحده انساها او اغفل عنها او ما الحقش اعملها او ما اعرفش اعملها، تنسالي كل الحلو اللي انا عملته مقابل الحاجه الصغيره دي اللي انا نسيتها. فعايزه اوصل لك ان انت مهما عملتي استحاله ترضي جميع الاطراف واستحاله ترضي كل الناس اللي حواليكي. هوني على نفسك وحاولي ما تشيليش نفسك فوق طاقتها. كل بيت فيه اللي مكفيه، كل بيت عنده مشاكله، كل بيت عنده ضغوطاته، كل بيت عنده حواراته. مفيش بيت خالي، مفيش بيت سالك. بس الحمد لله ان ربنا ممكن يبقى رزقك بشويه عقل حلوين. الحمد لله ان ربنا ممكن يبقى رزقك بشويه تفكير صغيرين، ممكن تظبطي بيهم دنيتك. يبقى رزقك بصديقه ممكن تستعيني بيها وقت ما تحسي ان انت في ضيق او وقت ما تحسي ان انت مخنوقه، تتكلمي معاها وتهون عليكي وتهوني عليها وتطبطبوا على قلب بعض كده، وتعينوا بعض على ضغوطات الحياه وعلى مشاكل الحياه. ممكن اكون بتكلم معاكي عشان تهوني عليا، مش بتكلم معاكي عشان ما تحسدنيش، او اتكلم معاكي علشان ما تقريش عليا، او بتكلم معاكي بحسسك ان انا بيتي فيه مشاكل وبزود وبالف وبخترع حاجات عشان ما تحسدنيش. لا، لو انت هتحسبيها كده لا، يبقى وفري الكلمتين اللي انت هتفضيهم مع صاحبتك دول ليكي، وكل واحد يكتفي بنفسه فقط لا غير. ادور دايما على الناس اللي تستاهل او الناس اللي تستحق ان انا اتكلم معاها، مش اي حد تتكلمي معاه، مش اي حد تاخدي وتدي معاه، مش اي حد تعرفيه حاجتك وتعرفيه سرك وتتكلمي معاه. لا، مفيش حد هيقول همك الا ممكن اختك او امك، دول اقرب الناس ليكي. مع ان اوقات كتير قوي قوي ممكن امي واختي ما يكونوش حنينين عليا، والاقي الحنيه من صديقه ليا او صاحبه ليا او حد يكون من معرفه من سنين، والاقيها بتفيدني وتفيدني من قلبها. الواحد بيبقى عنده حته الحاسه السادسه دي، يعني انت تعرفي اللي قدامك اذا كان بينصحك من قلبه او بينصحك بيتجمل او بينصحك بيمثل او بينصحك عشان يبقى باين ان انت مبين لك ان هو تمام، بس انت قلبك من جوه للاسف انا مش حاسه البني ادمه دي. اقعدي انصحيني من هنا لبكره، اقعدي اتكلمي معايا من هنا لبكره، انا كلامك مش واصل قلبي. ففي ناس بتلمس كده في القلب، يعني كلامي معاها الله راحه نفسيه ليا. انا بحب اتكلم مع فلانه دي عشان انا برتاح في الكلام معاها. ربنا يا رب يوقف لنا دايما الناس اللي قلوبها حنينه واللي قلوبها هينه واللي قلوبها لينه واللي بقها بينقط سكر. يا رب تكفينا شر قساوه القلوب، تكفينا شر قساوه القلوب، وتكفينا شر اي حد غبي او حقود او بيستكتر علينا عيشتنا او بيستكتر علينا حياتنا او بيبص لنا في اللقمه اللي بين ايدينا. يا رب دايما توقف لنا اولاد الحلال، اللهم امين يا رب العالمين. مسكت كده بعد ما اتغدينا وظبطنا دنيتنا كده، غسلت المواعين، قلت في السريع كده وانا واقفه، طول ما انت واقفه على طول الحاجه اللي هتتعمل النهارده ما ينفعش تتاجل لبكره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي مواعين النهارده لو اجلتها لبكره، طب ما انا بكره هغسل مواعين تاني، بس هتلاقي المواعين زياده، بتاخد منك وقت زياده، بتاخد منك مجهود زياده وطاقه زياده، وبتهلك صحتك، وانت بتحسي ان انت طول النهار بتلفي كده في ساقيه، ما عندكيش وقت لاي حاجه في اي حاجه. لكن الشغل بتاع النهارده اللي انا مقسماه من بالليل، انا من بالليل ناويه ان شاء الله بامر الله بكره هعمل اكل، بكره هغسل مواعين، بكره همسك دولاب العيال اطبقه، عندي شويه غسيل هطبقهم، امسك الاوضه اروقها، خلاص الدنيا بالنسبه لك تمام. اللي ناويه تعمليه من امبارح هو ده اللي يتعمل النهارده. ان انا تتاجلي حاجه لبكره، طب ما شغل بكره هيزيد وضغط بكره برضو هيزيد، وبكره برضو مش هتعملي كل المهام والحاجات المطلوبه منك على اكمل وجه، هتلاقي نفسك مقصره في حاجه. عودي نفسك كل حاجة تخلص في وقتها في ميعادها. جوزي بيرجع من الشغل الساعة 4، الساعة 4 4 إلا ربع بالظبط،
اكون سحبه ايدي من المطبخ وسحبه ايدي من المواعين وسحبه ايدي من الترويق وسحبه ايدي من كل حاجه، وتدخلي تاخدي دش حلو كده، تسرحي شعرك، تحطي حبه برفان حلوين، تحطي حبه كحل حلوين، تلبسي جلابيه حلوه، بيجامه حلوه، وتبقي قاعده كده رايقه. هو هيجي من بره مفكر ان انت طول النهار رايقه، بس ربنا وحده اللي علمان بيا بقى. انا ببقى بلف حول نفسي ازاي عشان الحق اخلص مهامي واخلص شغلي قبل ما جوزي يجي بالسلامه. ما ينفعش تفضلي قاعده لغايه لما قبل ما يجي بنص ساعه تفكري تقومي، قبل ما يجي بنص ساعه افكر اغسل المواعين، قبل ما يجي بنص ساعه افكر اقوم اروق. لا، روقي حالك وظبطي دنيتك، اعملي الاكل يبرد يتسخن ما يجراش حاجه. الشقه ترتبيها على الماشي، ما بقولكيش شيليها وانكتيها وهدي حيطه منها وابنيها، ولا امسكي اقلبي تنظيفه عميقه كده من تحت لفوق في اوقات غريبه بدماغ غريبه كده، مش هتريحك خالص. لا، كل حاجه يبقى ليها برنامج كده في دماغك. انا مظبطه كده في دماغي انا هعمل كذا 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 بكره. اليوم اللي مثلا جوزي يكون فيه ورديه في الشغل مطول، اليوم اللي جوزي يكون عنده خروجه، اليوم اللي جوزي مثلا يكون مش يعني هيخرج يقضي حبه وقت حلوين بره، في الوقت ده ممكن انضف التنظيفه الحلوه دي. لكن يومي العادي الطبيعي اللي عارفه ان هو جوزي رايح الشغل راجع من الشغل هيرجع جعان، هيرجع عايز ياخد دش كده ويقعد في مكان رايق مكان نظيف، تظبطي دنيتك وتظبطي حالك ان قبل ما يخبط على الباب تكون دنيتك كلها زي الفل. ترويق على السريع، وتنظيم على السريع، وغسله مواعين على الماشي، الاكل اتعمل ايا كان ان شاء الله، حتى حبه مكرونه محمره وحبه بطاطس، واعملي جنبهم شويه بطاطس مهروسه، اعملي جنبهم، حطي جنبهم مخلل، حطي جنبهم اي حاجه ومشي دنيتك، المهم يرجع بالسلامه يلاقي الاكل جاهز على التسخين. كذلك الامر عايزاكي ايام الدراسه بامر الله بامر الله تظبطي دنيتك كده، ونصحى مع بعض بدري ونشجع بعض بدري ونحفز بعض بدري، بحيث ان تخلصي شغلك كله ويبقى عندك بقيه اليوم طويل تعرفي تخلصي فيه شغلك، تعرفي تبصي لنفسك في المرايه تشوفي شكلك عامل ازاي. محتاجه ماسك حلو، محتاجه اخد دش، محتاجه اعمل شعري طاقيه، محتاجه الف شعري كحكه. عارفين يا مرات الكحكه اللي بتتلف من قدام دي بتخلي الشعر تحفه ومريحه وجميله، وبجد تحفه جدا جدا في الصيف. ما بتحسسكيش بحراره، ما بتخليش قفاكي يعرق، انا اسفه في الكلمه، او تبقي متحرره كده، وبتخلي شعرك يتفرد كده. يعني طول النهار بعد ما جوزك ينزل الشغل امسكي شعرك كده سرحيه واعملي كحكه كده من قدام وحطي فيه التوكه، وانطلقي بقى وانتشري في البيت، اعملي مصالحك وخلصي شغلك وخلصي كل حاجه، وقبل ما جوزك يجي بنص ساعه ادخلي خدي الدش المتين وفكي الكحكه دي وسرحيها. وعايزاكي تشوفي نعومه شعرك وجمال شعرك وطعامه شعرك عامله ازاي. عاوزه اقول لك على حاجه والله يا بنات، عايزه اقول لكم على حاجه، الهي تتستروا، الهي ربنا يسعدكم ويهنيكم. اللي عندها اجابه للسؤال اللي هقوله دلوقتي تكتب لي في الكومنتات، علشان انا تعبت من ايه يا لولو؟ هقول لكم تعبت من ايه بعد ما تصلوا على النبي كده وتحطوا لايك. انا مش عارفه هو الموضوع ده عندي انا لوحدي ولا انتوا عندكم كده. صلوا بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. انا بدخل بلف في الشقه طول النهار وبنظف وبروق وبتبقى الدنيا عندي تمام وزي الفل، ولا ما عنديش اي مشاكل خالص نهائي. ادخل المطبخ اقسم بالله العظيم يا بنات انا كرهت ادخل المطبخ حرفيا بمعنى الكلمه. ادخل المطبخ اعمل حبه الاكل، انا طول ما انا واقفه انا عماله انقي في نمل من قفايا، ونمل من وشي، ونمل من على دراعاتي، ونمل من على ايديا، ويعني وصلت لمرحله ان انا خلاص كرهت ادخل المطبخ. طب المطبخ نضيف والله زي ما انتم شايفين، المطبخ نضيف مش وسخ وعادي ماشي الحال، يعني ماشي الحال، يعني ايدي فيه اول باول. ما عنديش حاجه في المطبخ فيها نمل، ما عنديش حاجه متبهدله، الحمد لله ايدي في الحاجه اول باول. بس مشكلتي كلها في النمل، بحس ان السقف بينقط نمل على وشي وعلى شعري وعلى قفايا، وكرهت ادخل المطبخ. اللي عندها حل تقول لي عليه، محدش يقول لي ده حسد. والله العظيم ما زايده حاجه وربنا، ولا ناقصه حاجه، الحمد لله رب العالمين، زي اي حد ويمكن اقل من ناس كتير جدا، بس انا في عيني كل حاجه زي العسل وزي السكر. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. علشان تقولي لي شغلي قران، عايزه اقول لك ان الراديو شغال. الراديو انا حاطاه فوق الحوض كده، دقله مسمار ومعلقاه، شغال قران كريم ليل ونهار ما بفصلوش اصلا نهائيا، الا كل فين فين اوقات كده ايه ارقف بحاله الراديو كده فاقول افصله شويه يريح شويه. الراديو مشغلاه ليل ونهار على اذاعه القران الكريم، صوت على هادي كده شويه، وبسم الله ما شاء الله، يعني القران ما بيتقفلش من بيتي ابدا. فبصيت لدرجه ان انا امبارح بصيت في السقف، انا عايزه اعرف يا ولاد، يعني نورت الرينج لايت ونورت الكشاف ورفعتهم كده ضربتهم في السقف، انا عايزه اعرف النمل اللي منقط ده اللي بيجي على جسمي ده بيجي منين؟ مش عارفه والله العظيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله والله راضيين بكل اللي يجيب ربنا نعمه وفضل، الحمد لله. دخلت قلت امسك كده الاوضه بتاعتي اديها ترويقه على السريع.
نفسي اطلع الحاجات اللي تحت السرير واجر كده السرير واهوي الاوضه. بس للاسف الشباك زي ما انتم عارفين بيبص على منور، ومش قادره اقول لكم اليوم اللي بعمل فيه الحركه دي الشقه كلها بتتملى دبان، بتتملي كلها دبان حرفيا بمعنى الكلمه. فكرهت ان انا اعمل الحركه دي، فهشوف هعمل ايه. الله المستعان. عايزين نهوي كده الدنيا. اللي عايزه تغسل بطاطين تتشجع وتتنشط معايا من اول الاسبوع الجاي يا بنات، هنبدا نسحب البطاطين بطانيه بطانيه. الناس بقى الشطار الحلوين اللي غسلوا وخلصوا دول يستاهلوا ايه؟ بوسه كده على الخد ده وبوسه على الخد ده، وربنا يمتعك بالصحه والعافيه اللهم امين. الناس اللي مأجله غسيل البطاطين زي حالاتي ان شاء الله باذن الله من اول الاسبوع الجاي هنبدا نغسلهم ونظبطهم كده ونطبقهم، ويبقى داخل علينا الشتاء كده والحاجه مغسوله ونظيفه، ويلحقوا ينشفوا براحتهم في الحراره دي والجو الحر ده. مسكت كده التسريحه اديتها تلميعه كده على السريع، شلت لو في اي كركبه لو اي دربكه لو اي حاجه في الاوضه بحيث ان هي عامله زحمه بتخلص منها. وكذلك الامر وانتي واقفه بتروقي في المطبخ وانتي بتروقي في الصاله، اي حاجه حاسه ان هي زحمه على الفاضي، ازايز فاضيه، حاجات عامله كركبه، حاجات ملهاش لازمه، حاجات اصلا زحمه لك الدنيا ومكركبه لك الدنيا، والحاجات دي ملهاش لازمه وانتي مش بتستخدميها، تخلصي منها حالا. هتحسي ان الدنيا رايقه حواليكي، هتحسي ان الدنيا متظبطه حواليكي، مع ان اوقات كتير قوي بنحس ان الحاجات يعني دي غاليه عليا ودي خساره. فلو قعدنا نقول لا دي خساره ودي ما تنفعش ودي هتنفعني بعد كده ودي هعوزها ان شاء الله بعد 5 6 سنين، هتلاقي نفسك متحفظه او محوشه حبه كركبه وحبه كراكيب عاملين لك زحمه وعاملين لك دربكه ومضايقين الدنيا وخانقينك وساحبين كده حبه الاكسجين اللي موجودين في البيت. ربنا يوسعها عليا وعليكم اللهم امين يا رب العالمين، ويمتعنا ببيوتنا وبحاجتنا كلها، حتى لو حاجتك بسيطه حتى لو حاجتك قليله، والله العظيم انت في نعمه، انت احسن من غيرك 1000 مره. القليل ربنا يجعله في ايديك كتير، الحاجه اللي مش احسن حاجه ومش الطف حاجه ربنا يخليها في عينيكي. طول ما انت راضيه وقلبك مليان رضا وحياتك مليانه رضا، حياتك هتبقى احلى والطف واجمل وليها طعم وليها لون وفيها حنيه وفيها حنان، احسن من حياه اغنى حد في الدنيا.